وصلنا لوقت مليان وصفات معقدة وتفاصيل ما بتنتهي، بس بضل في أكلات بسيطة وقادرة تسرق كل الاهتمام. الفول مقلى هي واحدة منهم، أكتر أكلة بتحكي قصة دفى وبتجمع الناس وبتخلي الطعم يصير ذكرى ما بتنتسى. أكيد مو كل شي فاخر لازم يكون معقد، أحيانا أبسط المكونات بتخلق أعظم إحساس، والفول مقلى هو الدليل. تعالوا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. بنجيب الفول بقشره وبنشيل الأطراف من عليه، هي الخيوط، لأنه هاي ما بتستوي معنا أبدا وبتعطي طعمة مو حلوة بالأكل، لازم نشيلها. ومنقطع الفول قطع صغيرة، يكون عنا على الغاز مي سخنة مشان بس تنتهي من تقطيع الفول نسقط الفول مباشرة، لأنه الفول إذا ضل على جنب مقطع بيعطي اللون الأسود، دغري بيسود الفول. فمشان نحافظ على لونه الأخضر ويضل هيك فريش ومنظره حلو، لازم دغري نسقطه بالمي السخنة. وقت كنت عم قطع قرون الفول حسيت الحب بقلبه كتير قليل، يعني كمية القشر كتير كبيرة. طلعت كيس فول حب من الفريزر وسقطتن مع الفولات، هيك بيعطي توازن بين القشر وبين الحب، تطلع الطعمة خرافية. وبس نحس استوت حبة الفول واستوت القشرة تماما، ما ضل فيها أساوي أبدا، منصفي الفولات من المي وبنحطن بمصفاية مشان ما يضل فيهم نسبة مي أبدا. بعدين بنحط زيت زيتون، وحصرا زيت زيتون إنه هي طيابتها هيك. بنحط زيت زيتون وبنسقط الفولات وبنقليهم شوي مع بعض، وبنحط لها رشة ملح ورشة فلفل، واللي بيحب يحط ماجي بودرة رشة خفيفة، بس هي طيابتها ملح وفلفل بس. وأكيد لازم ما ننسى المكون الأساسي اللي هو الثوم والكزبرة، بدون الثوم والكزبرة ما اسمه فول مقلى. هلأ قلولي انتو مين مجرب هالأكلة وعطوني رأيكم، وهي الطريقة نفس اللي انتو بتعملوها ولا في طرق مختلفة؟ شوفوا كيف ضل لونها أخضر، والريحة والطعمة ما فيني أوصف لكم إياها. عن جد بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. نحنا بنحب ناكلها مع صوص اللبن والطحينة، بنحط معلقتين لبن وشوية طحينة وملح وعصرة ليمون، بس ما بنضيف لها توم أبدا، لأنه نحنا حاطين توم مع الفول مقلى. وحابة أتشكركن كتير على تعليقاتكن الحلوة، ويا ميت أهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد يلي إجوا جديد واللي رح يجوا كمان. بتشكركن كتير على دعمكن وعلى ثقتكن فيني، وبتمنى هالفيديوهات تنال إعجابكن، ولا تنسوني من لايك وتعليق حلو مثلكن.